مش متخيل حد يكون شغال في مجال الشركات مانجر او سينيور مانجر او ليدر او حتى موظف في اي كوربريت وما يكونش عارف ايه هو الماسلو هيراركي اوف نيدز وازاي نقدر نستخدمه او ايه اهميته في الشغل بتاعنا كل يوم. في الخمسينات في واحد اسمه ماسلو عمل هرم مهم جدا لاحتياجات البني ادمين في الحياه عموما، وده بيطبق في الشغل او بنعرف نستخدمه في الشغل كمان. الهرم زي ما انت شايفه قدامك بيتكلم على 5 حاجات. اول حاجه خالص الفسيولوجيكال نيد اللي هو الاكل والشرب، بعد كده السيفتي اللي هو الامان، بعد كده البيلونجنج اللي هو الاندماج مع الاخرين، بعد كده السيلف ستيم، واخر حاجه خالص السيلف اكشواليزيشن. تعال بقى ناخدهم واحده واحده نتكلم عنهم ونربطهم في الشغل بتاعنا. فلو انت مدير الكلمتين الجايين دول مهمين ليك جدا جدا جدا. مصل بيقول لك اول حاجه خالص عشان تعرف تطبق الهرم ده لازم تبدا من تحت لفوق. فلو انت عديت سلمه اللي فوق كله هيقع. مفيش حاجه اسمها انا هحقق ذاتي هعمل سيلف ستيم او سيلف اكشواليزيشن وانا اصلا ما عنديش اي فيسيولوجيكال نيد، انا معيش فلوس. مفيش حاجه اسمها احقق ذاتي وانا مش حاسس بالامان، ده مش هيحصل. تعال بص مثلا على الناس اللي موجودين في اي بلد مفيش فيها استقرار اقتصادي واضح وصريح. مش بيبص على الاكل، مش بيبص على انه يحقق ذاته، مش بيبص انه يكبر، مش بيبص انه يترقى، لكن بيبص على الوضع بتاعه بس. فلو انا مدير النهارده اول حاجه لازم اوفرها للموظف او لو انا صاحب شركه للناس اللي معايا هي الفسيولوجيكال نيد، هي التوتو، هي المرتب. ان انا النهارده الموظف يبقى موجود معايا اللي شغال معايا في التيم مرتبه كويس ومرتبه كفيه. ما يجيش يقول لي والله لو سمحت يا ريس انا انت عارف ان مرتباتك اقل من كل الناس حواليك، فيجي النهارده او شركتك يعني فيجي النهارده الموظف وانت عارف انه سوبر ستار في التيم يطلب زياده، فانت تكلمه انت بتعدي بقى اول خطوه، انت نجم، انت هتترقى، انت ابن الشركه. هو مش هو مش في الحته دي خالص. هو المرتب مش عارف يفولفل الفسيولوجيكال نيد بتاعته، مش عارف ياكل نفسه، مش عارف يشرب نفسه، مش عارف يلبس كويس. فبالتالي هو عينه مش على اي حاجه فوق في الهرم، هو عينه انه يملى اول سطر عشان يعرف يكمل فوق. فلما يجي موظف تحس ان هو هيمشي من عندك او ان الفسيولوجيكال نيد بتاعته وانت عارف ان هو مش جريدي او مش طماع، لكن انت فعلا مرتب الشركه بتاعتك مش كويس، او لو انت صاحب الشركه مرتباتكم مش كويسه، لازم تعرف ان الحاجات دي مهمه قوي انك تملاها له الاول قبل اي حاجه فوق. تاني حاجه هي السيفتي. السيفتي في مجال الكوربوريت انا بحب اربطها دايما جدا جدا في اي سيشن بتكلم فيها مع اي حد بفكره الاستابيليتي والاستقرار وتحقيق الذات في وجودك في مكانك. بمعنى ان انا النهارده اجي اتكلم مع الناس اقول لهم يا جماعه انتوا ناس مهمه جدا وانا بعمل والله ريستراكشر كمانجر بمشي الناس اللي تحتي كل 6 شهور. طب ما الراجل ده مش حاسس بالسيفتي، فانت النهارده عايزه يجيد ويكسل. طبعا السيلف اكشواليزيشن ده اللي هو او سيلف ستيم انك تطلع منه احسن قماش، انه خلاص الراجل بقى بيحقق ذاته، بيعمل بقى بروجكتس كبيره، بيشتغل بقى عشان خاطر يترقى فبذل كل المجهود. فانت عايز توصل الموظف اللي معاك للمرحله دي. طيب انت النهارده مش مديله السيفتي، انت النهارده مش محسسه اصلا انه مكمل معاك لمده شهر قدام، انه مكمل معاك لمده سنه قدام، مش مديله الاحساس ان هو في المكان بتاعه نجم ويعرف يحقق. لا، انت ممكن اي وقت نبدلك، انت مجرد رقم، انت مجرد سطر. الكلام اللي كان بيتقال زمان في الشركات وكانوا فخورين قوي بيه، يعني ان انت مجرد رقم بالنسبه لي، انت مجرد تارجت بنحققه. مفيش حاجه اسمها كده. انت لازم الموظف اللي معاك ده يحس انه هو الكور وهو الاساس. وبص على شركه تويوتا في حاجه زي كده. تويوتا على سبيل المثال حصل لها مشكله كبيره جدا جدا في بدايه الانطلاقه بتاعتها في اليابان، واضطرت انها تعمل ريستراكشر كبير جدا جدا جدا. تويوتا وقتها عملت كوست ريدكشن في كل النواحي وفي كل الاسبكتس الا الموظفين. ولما اتسال السي او بتاعها قال لك ان دول اكتر ناس انا بانفست، دي اكتر فلوس هخسرها، اكتر فلوس هخسرها لو مشيت الناس، لان الناس دي انا بانفست فيها بقالي سنين. تعال بص النهارده على شركه تويوتا عامله ازاي، ما بتخسرش في حاجه. المجال الاقتصادي موجود، لكزس في المجال اللكجري موجود، لان هم انفستد في الناس ان هم يحققوا ذاتهم. فتلاقي الابداع بتاع الموظفين بتاعهم موجود وبشكل عالي جدا. تالت حاجه في ماسلو هيراركي هي البيلونجينجز. البيلونجينجز اللي هو الكالتشر. فالنهارده عشان تعرف تبيلد كالتشر لو انت راجل ليدر لازم تعرف كويس قوي ان واحد لازم تفولفل الفسيولوجيكال نيد، مرتبات تبقى كويسه، الناس تبقى موجوده في الاماكن، مش موجود مثلا بارت تايمر او حاسس ان هو لا هو ستيبل. تاني حاجه في سيفتي عشان خاطر الاستابيليتي بتاعته تزيد، ما يحسش ان هو النهارده مرتبه قليل او كمان مرتبه حلو بس ممكن يمشي في اي وقت، فمش هيدي للشركه كل الاهتمام لانه عارف ان هي بتبدله زي ما بتبدل صباح الخير بصباح النور. تالت حاجه هي الكالتشر. ان انا النهارده ابيلد كالتشر في التيم بتاعي، ان انا ابتدي ازرع ثقه في التيم، الناس تحس ان هي بيلونجينج، الناس تحس ان هي منتميه الى هذا المكان، منتميه الى هذا المدير.
وفي مقوله مشهوره جدا ان احنا we do not leave companies we leave managers، او احنا لا نترك الشركات ولكن نترك مديرين. ودي الحقيقه مقوله حقيقيه جدا، لان ممكن تلاقي نفس الشركه في 5 تيمات موجودين فيها ب5 مديرين مختلفين، تيم بمديره يحس ان هم احسن ناس في الدنيا والشركه دي احسن شركه، والتيم تاني بمديره يحس ان هم بيلعنوا في الشركه وفلسفينها. فانت لازم تعرف كويس قوي ازاي تبيلد الكالتشر في التيم بتاعك، وده هنفصل له حلقات لوحده كتيره جدا عشان نتكلم على الكالتشر وبيلدينج كالتشر جوه التيم. رابع حاجه بعد لما تبيلد الجود كالتشر، هتلاقي ان الموظف اللي معاك اوتوماتيك بدا يعمل سيلف ستيم، او بدا يحس بذاته، او بدا يحقق ذاته، او بدا يبص انه يترقى، او بدا يبص ان هو عايز يكبر. هتلاقي على فكره دي مشكله كبيره موجوده في الشركات الكبيره جدا، ان عدد الناس اللي جاهزه، عدد الناس اللي عايزه تترقى، عدد الناس اللي مش جاهزه وعايزه تترقى لو الشركه فلوسها كويسه ولا فيها ستابيليتي، بتعمل مشكله كبيره جدا. لان الناس كلها بتبص على السيلف ستيم، الناس كلها بتبص ان هي عايزه تاخد النكست ستيب او تاخد الخطوه اللي بعد كده. اخر حاجه خالص هي السيلف اكشواليزيشن، ودي شركات قليله جدا ومديرين قليلين جدا اللي بيعرفوا يوصلوا لها. ان الموظف اللي معاك يبتدي ان هو يحس ان هو اوريدي ويل ريكوجنايزد، او مقدر بشكل قوي جدا، فهو اوريدي واخد السيلف ستيم بتاعه، بيبتدي ياخد الاكسترا مايل، او ان هو يستقر بقى بنفسيا ويبتدي يبدع، اللي هي مرحله بنسميها الابداع. في الاخر ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك وفولو وسبسكرايب عشان تشوف كل الفيديوهات اللي جايه، وتشوف كمان الفيديوهات اللي فاتت مهمه جدا ليك.